اليوم يا جماعة طبختي سلق لكن بطريقة كتير مختلفة عن اللي بنعمله نحن بمجتمعاتنا. بعتقد اسمها فقاعية. طبعا أنا من عندي ضفت كتير شغلة. بيلزمني لهي الطبخة سلق أخضر وكاسة عدس أسود، وبيلزمني كاسة معكرونة وتوم ونعناع وفلفل وملح وبصلة. هلأ أنا حطيت العدس على النار، خليتهم ينسلقوا وعم قطهم البصلة. كمية الزيت فيكم تتحكموا فيها مثل ما بدكم. في مواد تانية أنا ضفتها، راح تشوفوا كأشد المواد اللي ضفتها من عندي هلأ. بعد ما يدبل البصل بفرم السلق وبضيفه للبصل مباشرة، وبحط الملح والفلفل كمان لأنه أنا بدي السلق يدبل. هلأ ضفت المعكرونة للعدس، خليهم ينسلقوا مع بعض. وكمان من عندي حطيت حمص، طبعا الحمص كان مسلوق عندي ومحطوط بالبراد. بعد ما خلطت المكونات كلها وضفت الحمص والمعكرونه والعدس للسلق، بشوف انه بدهم مي، مشان هيك انا ضفت لتر ونص مي. وبعد ما خلطت المكونات راح اتركهم ينسلقوا مع بعض حوالي 45 دقيقه. انا ضفت من عندي ماجي كمان. اول مره بستخدم الشبت الاخضر، حطيت نصف الكمية لأنه ما بصراحة ما بعرف كيف بتعطي طعمة يعني. بالأخير بخبركم كيف صارت الطعمة. شكلها كتير بشهي ومواد كتير مغذية ومفيدة. طبعا ضفت من عندي دبس رمان كمان. وآخر مرحلة طبعا بنضيف الثوم والنعناع. أنا بكتر الثوم للشوربات، منه لذيذ ومنه مفيد كمان، وبنصحكم تجربوها.